بيبتدي الفيلم يوم رأس السنة، والأب كان بياخد شاور وبعدها استخدم أدوات الحلاقة وحلق دقنه وحط عدسة لاصقة بلون أزرق. بعدها نزل وحضر الفطار عشان يخرج، فلقى عربية لعبة مقلوبة فراح عشان يعدلها. وهنا كانت المفاجأة، ظهور طفل مقتول وأخوه مقتول على الترابيزة والأم كمان مقتولة، والأب بكل برود بيكمل فطاره. بعدها أخد الشنطة وخرج من البيت، وبعدها بيتنقل بينا المشهد لمركز الشرطة، واللي اتضح إن الشخص ده مش أبوهم ويبقى جزء أمهم. ودي مش أول جريمة يقوم بيها، والشرطة حاولوا يبحثوا عن بصماته ولكن ما قدروش يوصلوا النتيجة، وعرفوا إن دايما بيستخدم فلوس كاش لأي حاجة، سواء يشتري عربية أو يدفع إيجار، وبيبعد دايما عن الكريدت كارد عشان ما يسيبش وراه دليل. بعدها بفترة ظهر نفس الشخص في سوبر ماركت، وكان فيه ولد بيتخانق مع أخته عشان هي اللي بتختار أنواع الأكل، وكان معاهم أمهم. فالشخص ده قال للولد بهزار: ده عالم الستات يا صاحبي واحنا ضيوف فيه. الأم ضحكت وقالت له: انت شخص حكيم، مراتك أكيد محظوظة. فقال لها: أنا لسه بلبس الخاتم بس ما بقتش متجوز، لأن مراتي وبنتي ماتوا في حادث للأسف. فالأم اتعاطفت معاه، ولما خرجوا من السوبر ماركت قالت له: أنا هروح مع الأولاد ناكل بيتزا، لو حابب تيجي معانا. فوافق وقال لها: أنا اسمي ديفيد. فقالت له: أنا سوزان. وبعد مرور 6 شهور من علاقتهم، مايكل وصل البيت عشان يقابل أم سوزان، وكان معاه حبيبته كيلي اللي أخدته من المطار. ولما دخل البيت اتفاجئ إن سوزان كانت عاملة له حفلة كبيرة بمناسبة رجوعه من المدرسة العسكرية، وهنا اتعرف على ديفيد خطيب أمه لأول مرة، وابتدت الحفلة. بعدها سوزان قالت لديفيد: عاملة لك مفاجأة. وهنا جت جاكي أخت سوزان وقالت لديفيد: إيه رأيك تشتغل معايا كوكيل عقارات بما إنك لسه جديد في المدينة؟ ديفيد كان متردد طبعا عشان مش عاوز يورط نفسه أكتر، ولكن وافق. بعدها ديفيد راح لمايكل وقال له: قابلني في البدروم. فعلا مايكل نزل البدروم ولقى الدولاب مقفول بالقفل، وديفيد قال له: الأرفف دي خاصة بيا. بعدها قال له: أنا عرفت من سوزان إنك سباح شاطر، أنا كمان كنت زيك لما كنت في جامعة أوريجون، أنت لازم ترجع تتدرب في الجامعة. مايكل قال له: ما ينفعش، لأنه تسبب في مشاكل كتير واتمنع من السباحة. ديفيد قال له: ما تقلقش أنا هتصرف. وتاني يوم راح للجامعة وقابل مدربة الفريق وأقنعها برجوع مايكل. في نفس اليوم شون ابن سوزان كان بيلعب بلاي ستيشن والصوت عالي، وسوزان وهي بتحضر الغداء قالت له: وطي الصوت، بس ما سمعهاش. وهنا ديفيد دخل اوضته وهو غضبان وحط ايده على رقبة جون بقوة وقال له: اسمع كلام امك. بعدها وهما بيتغدوا شون كان ساكت لانه مصدوم من اللي حصل. وهنا رن جرس الباب وكان جاي طليق سوزان وصل عشان ياخد الاولاد في رحله. ديفيد قال لمايكل: مش هتسلم على ابوك؟ قال له: لا، لان في خلافات بينا. وفي يوم مايكل صحي من النوم سمع جارتهم العجوزه السيده كاتر بتكلم سوزان في موضوع. بعدها ديفيد قال لها: هي كانت عايزه ايه؟ قالت له: هي بتضحك، كانت بتحكي قصه الراجل المطلوب من الشرطه اللي قتل عيلته وبتقول انه شبهك. ديفيد ضحك معاها وقال لها: اكيد دلوقتي بقيت مشهور. مايكل كان سامع الحوار اللي بينهم، وبعدها ديفيد ودع سوزان وراح الشغل وعلى وشه علامات الغضب الشديدة. ولما رجع بحث في الكمبيوتر عن المجرمين المطلوبين في أمريكا، وفعلا ظهرت صورته زي اللي كانت مع السيدة كاتر. بعدها بيومين السيدة كاتر سمعت صوت على الباب فخرجت تشوف فيه ايه، ما لقيتش حد فدخلت مرة تانية وراحت تدور على القطة اللي دخلت جوه الدولاب، ولسه هتشيل القطة فخرجت بسرعة. وأول ما السيدة كاتر قفلت الدولاب لقيت ديفيد في وشها، مسكها وزقها جامد على السلم وهي ست عجوزة. بعدها نزل وكتم نفسها لغاية ما ماتت. بعدها ديفيد كان بيتعشى مع مايكل وسوزان، وجاي دخل عليهم وهو غضبان جدا وقال لديفيد: لو لمست ابني تاني هتكون نهايتك، لأن شون قال له إنه خنقه. ديفيد قال له: أنا كنت بعلمه الانضباط اللي معرفتش تعلمه له. جاي اتجنن وكان هيضربه، لكن مايكل حاشه وخرجه بره، لكن تليفون جاي وقع ومايكل أخده وراح عشان يديهوله. بعدها ديفيد راح اعتذر لسوزان وصالح شون، ولما بص من الشباك لقى جاي بيحضن ابنه مايكل، وواضح انهم اتصالحوا. وفي يوم ديفيد كان في الشغل مع جاكي وطلبت منه يملى بعض البيانات للأوراق الرسمية الخاصة بالشغل. ديفيد قال لها تمام وحط الورقة في الدرج. بعدها راح وقال لسوزان: أنا عايز أسيب الشغل لأنه مش مناسبني. سوزان كانت متفاجئة لأن الشغل ماشي كويس. وفي يوم مايكل وشون كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن والصوت عالي، وسوزان قالت لديفيد: أنا هخرج مع جاكي وصاحبتها وهنتكلم في تحضير الجواز، وطلبت منه إنه يروح معاهم. فقال لها: استمتعوا انتوا، أنا مشغول شوية. بعدها بشوية جاي وصل البيت عشان
عشان يودع اولاده لانه مسافر، والتاكسي مستنيه بره. لما دخل قال لديفيد مايكل قال لي انك كنت سباح في جامعة اوريجون. ديفيد قال له فعلا. فقال له انت اتخرجت امتى؟ قال له سنة 92. جاي قال له انا كمان خريج نفس الجامعة. وهنا ديفيد جاله اتصال من سوزان، فراح يرد وقالت له ان جاي ساب رسالة انه جاي البيت، هو جه ولا لسه؟ والغريب ان ديفيد قال لها لسه ما جاش، وكأنه نوى على حاجة. بعدها قفل الخط، وجاي قال له انا اتصلت بالجامعة وعرفت انك ما اتخرجتش منها، انت اللي كذبت على مايكل. جاي كان بيتكلم على اساس انه سمعه، لكن بص عليه ما لقاهوش، فنده عليه وفجأة لقى ديفيد في ظهره وعلى طول ضربه بقوة بكاس ازاز على راسه. هنا مايكل وقف صوت البلاي ستيشن وخرج على الباب يشوف فيه ايه، لكن ما سمعش حاجة تاني، فرجع وكمل لعب. وهنا ديفيد شال جاي، بعدها اخد شنطة السفر بتاعته من التاكسي اللي كان مستنيه بره، ونزل البدروم ودخلها في الدولاب بتاعه. وهنا جاي كان مرمي على الارض وعلى بقه بلاستر ومربوط من ايديه. بعدها ديفيد حط كيس بلاستيك على راسه عشان يخنقه، وفجأة موبايل جاي رن. الاتصال كان من مايكل ابنه، وديفيد بسرعة قفل الموبايل. فمايكل وهو نازل بعت له رسالة صوتية. وهنا ديفيد فضل كاتم نفس جاي، ومايكل لما لقى باب البدروم مفتوح سمع صوت خفيف، فنده على ديفيد. ديفيد قال له عايز حاجة يا مايكل؟ مايكل استنى لحظات وقال له لا ومشي. في اللحظة دي جاي اتقطعت انفاسه. وفي الوقت ده سوزان كانت مع جاكي وصاحبتها، وجاكي قالت لها انا شايفة انك ما تستعجليش في الجواز من ديفيد، انت مش مستغربة لما سألته عن بياناته السابقة بسبب الشغل قرر يستقيل فجأة؟ سوزان قالت لها لا، كفاية انه بيعاملني كويس، واللي يهمني دلوقتي اننا نتجوز واروح لاس فيجاس واقضي وقت جميل معاه. لما سوزان رجعت البيت ديفيد وشون كانوا بيلعبوا مع بعض، فسألت ديفيد فين مايكل؟ قال لها في اوضته، اعتقد زعلان لان ابوه ما جاش. فقالت له للاسف هو ده طبع جاي، متعود على الغياب. بعدها ديفيد نزل البدروم وكتب رسالة لمايكل من موبايل جاي، وقال له انا اسف اني ما جيتش، المرة الجاية هشوفك. انا دورت شوية عن ديفيد مع اني مش بحبه، ولكن على الاقل ما بيكذبش عليك، انا مبسوط اني شوفتك. وهنا ديفيد بذكاء قدر يدي لمايكل سبب لغياب جاي اللي متعود على كده. بعدها ديفيد قفل باب البدروم بالمفتاح واخده معاه. وفي يوم ديفيد بيخرج من البيت لقى عربيات الشرطة قدام بيت جارته، وكمان مايكل بص من شباك اوضته فسمع ديفيد بيسأل ساعي البريد عن اللي حصل، فقال له السيدة قطر ماتت بسبب حادث في بيتها. ولما دخل سوزان قالت له ايه اللي بيحصل بره، قال لها السيدة العجوزة اللي كانت ساكنة قصادنا وقعت من على السلم ورقبتها اتكسرت. سوزان زعلت جدا وطلبت منه انه ياخد الاولاد من عند الدكتور. طبعا مايكل كان واقف مستغرب لانه سمع الكلام بين ديفيد وساعي البريد اللي ما قالهوش تفاصيل الحادث. بعدها ديفيد نزل السلم عشان يطلع يصلح حاجة في سقف البيت، فجاله اتصال من جاكي وفكرته باستمارة البيانات اللي طلبتها منه. فقال لها انا سبت الشغل، فقالت له بس انا محتاجاها ضروري بسبب الضرايب، انا هقابل صاحبتي بكرة قبل ما اسافر وعايزاهم قبل ما امشي. ديفيد قال لها حاضر وكان متضايق جدا. في الوقت ده كيلي صديقة مايكل وصلت البيت، فحب يشاركها اللي بيفكر فيه، فقال لها انه مستغرب جارتنا العجوز اتكلمت عن ديفيد وبعدها على طول تموت. كيلي قالت له هي ماتت بسبب حادث، فقال لها انا سمعت كلامه كله مع ساعي البريد وما ذكرش انها وقعت واتكسرت رقبتها. فقالت له واضح انك مهووس لان امك هتتجوز من راجل غريب، ولو هي سمعت كلامك هتبعدك عن البيت. بعدها ديفيد راح لهم البسين وقال لهم انا هروح اجيب الاولاد. بعدها على طول مايكل اخد كيلي وراحوا اوضه ديفيد، ومايكل بدا يدور فيها، ولكن ديفيد وهو في الطريق سوزان اتصلت بيه وقالت له انا هتسوق واجيب الاولاد وانا جايه، فغير الطريق ورجع. وهنا ديفيد وصل البيت فبص ناحيه البسين ما شافهمش. بعدها فتح البيت عشان يدخل، فكيلي سمعته فقفلوا على نفسهم. ولما ديفيد دخل شاف اثار رجلهم من الميه على الارض، فبدا يطلع للدور التاني وهم سامعين خطواته. وديفيد نده على مايكل بس ما ردش، فدخل اوضته ما كانش موجود. بعدها دخل اوضته هو فعدل الدباسه اللي كانت على المكتب، وبعدها فتح الستاره فبص على البسين كان فاضي. وهنا لما دخل الخزانه لقى الشماعه بتتحرك، فعرف ان كان في حد موجود. ولما جه يثبتها سمع صوت الميه، فراح يبص على البسين لقى مايكل وكيلي بيلعبوا. وبعدها بالليل كيلي اتصلت بمايكل واتكلموا عن اللي حصل، وقال لها ان انت عندك حق، ممكن اكون مهووس، وكمان بابا قال انه شخص كويس. لكن بعدها ديفيد راح لمايكل وقال له انا حاسس بعد ما كانت بدايتنا كويسه دلوقتي بقينا بعاد عن بعض، انا عايزك تكون صريح معايا لان امك مش هتحب كده. وقبل ما يخرج قال له انا مش عايزك ترجع للمدرسه العسكريه تاني، وكانه بيهدده. مايكل رجع يشك فيه اكتر. وبالليل متاخر مايكل نزل وبحث في الكمبيوتر عن كلمه المجرمين المطلوبين، والغريب ان لقى الكلمه
في سجل البحث، وهنا ظهرت له صورة تشبه ديفيد لكن بدقن. وتاني يوم مايكل ورى الكلي الصورة اللي طبعها من الكمبيوتر اللي تشبه ديفيد، وقال لها انا لقيت الموقع في سجل البحث، يعني هو بحث عن الموضوع قبل كده. فقالت له ممكن تكون امك هي اللي دخلت على الموقع عشان تتاكد من كلام جارتكم. بعدها مايكل كان في اوضته فجاله رسالة من ابوه بتقول اسف عشان طولت عليك، هكلمك بعد ايام قليلة. وطبعا اللي بعتها هو ديفيد مش ابوه، واللي كان في البدروم ولسه هيفتح الدولاب عشان يحط التليفون جاله رسالة مفاجأة، والاغرب انها من جاكي ومكتوب فيها حاولت اتصل بيك، عايز اكلمك عن ديفيد. ديفيد اتصدم، وهنا الموبايل رن والاتصال من مايكل. مايكل اتفاجئ لانه سمع صوت الرنة، وكان واضح اكتر لما قرب من الفتحة اللي في اخر الاوضة. وهنا ديفيد ارتبك من الاتصال وملحقش يقفل بسرعة. مايكل اتصل تاني وهو نازل بس لقى الموبايل مغلق، وفجأة لقى ديفيد قاعد بيتكلم في التليفون. وهنا قفل وقال له في حاجة يا مايكل؟ فقال له انا سمعت صوت موبايل جاي من البدروم. قال له ممكن يكون موبايلي لاني كنت بتكلم من شوية. مايكل بص ما لقاش مفتاح البدروم، فسأل ديفيد عنه، فقال له انا كمان كنت بدور عليه الصبح ما لقيتهوش. فزاد من شك مايكل. وهنا سوزان وصلت البيت، فديفيد قال لها انا لقيت شغل جديد، وطبعا كانت مبسوطة. وهنا مايكل اخد صورة لديفيد بالموبايل من غير ما حد ياخد باله. وبالليل سوزان قالت لديفيد انا هاخد الاولاد لبيت صاحبتهم يقضوا الليلة معاها، وامها تجيبهم بكرة. وديفيد ودعهم. بعدها مايكل كان بياخد شاور ولسه هيخرج من الحمام لقى ديفيد في وشه، فقال له انت عندك ايه النهارده؟ مايكل قال له هروح لكيلي. فقال له خد بالك من الجو. مايكل استغرب، وبعدها راح لاوضته لقى الباب مفتوح. فلما مسك الموبايل اكتشف ان صورة ديفيد محذوفة من عليه. مايكل راح لكيلي زي المجنون وقال لها ديفيد حذف صورته من عندي. فقالت له ممكن تكون حذفتها بالغلط. فقال لها انت ليه مش عايزة تصدقيني؟ ده حتى مفتاح البدروم اختفى، اكيد مخبي حاجة. في الوقت ده جاكي بيتكلم صاحبتها على النت، واتصلت على سوزان لقيت موبايلها مغلق. فقالت لها بتكلميها ليه؟ جاكي قالت لها انا بعت رسالة لجي عشان يبحث عن ماضي ديفيد، وسوزان لو عرفت هتزعل جدا. ديفيد كان جنب الكمبيوتر فجاله رسالة على البريد الالكتروني لسوزان، وكانت من جاكي، وقالت لها ما عرفتش اكلمك قبل ما اسافر، انا بعت رسالة لجي عشان يدور ورا ديفيد بس مش بيرد خالص، انا هكلم المحقق قبل ما اسافر، انا اسفة جدا يا ريت ما تزعليش مني. بعدها جاكي جهزت شنطة السفر وحطتها في العربية، وبدأت تطمن ان كل حاجة تمام في البيت وتطفي الانوار. وقبل ما تخرج سمعت صوت حاجة اترمت في البسين، فراحت تشوف فيه ايه، فلقت الشمسية وقعت في البسين. الجو في اليوم ده كان مليان عواصف، فاخدت الخطاف الحديد عشان تشد الشمسية، وهي بتحاول تجيبها فجأة ظهر ديفيد في وشها، فمسك راسها وحطها في المية وفضل ضاغط عليها. حاولت تقاومه لكن في الاخر استسلمت وماتت بعد ما نفسها اتكتم. بعدها بشوية سوزان وصلت البيت ولقيت ديفيد هناك، فقالت له فين مايكل؟ قال لها عند كيلي. فقالت له انا هطلع اجهز نفسي للنوم. وبعدها سوزان قالت له انا ما بعرفش انام والجو بالشكل ده. فديفيد جاب لها مهدئ للنوم، فقالت له بس ده بيخليني دايخه تاني يوم. فقال لها خلاص خدي نص حبايه. بعدها دخل الحمام، والمفاجاه كان موجود نفس ادوات الحلاقه والعدسات اللاصقه اللي ظهرت في اول قصتنا. بعدها مايكل وصل قدام البيت مع كيلي، والجو كان بيمطر وفيه برق، فقال لها رن عليا لو شفت حد بيتحرك، وهشغل وضع الهزاز على الموبايل. قالت له اللي بتعمله ده جنون. فقال لها لازم اعرف مخبي ايه جوه في البدروم. بعدها مايكل جري ناحيه الجراج واخد الكشاف وراح لشباك البدروم الصغير، فلقاه مقفول، فكسر الازاز وقدر يدخل للبدروم من بره. بدا يدور، وبعدها شاف قطع حديد فاخدها عشان يكسر قفل الدولاب. في الوقت ده كيلي بتراقب من عربيتها، وهنا مايكل فعلا كسر قفل الدولاب، وديفيد كان صاحي جنب سوزان. مايكل كسر قفل الدولاب التاني، وهنا لقى شنطه فاخدها وفرغ اللي جواها، فلقى موبايل مكسور وشبه بتاع والده. بعدها بدا يبص حواليه، وهنا شاف فريزر كبير فحط الموبايل على جنب وفتح الفريزر. في الوقت ده كيلي لقت الشاحن وحطت الموبايل على الشاحن، ولما بصت ناحيه البيت لقت النور اشتغل في الدور الارضي، فاتصلت على مايكل اللي موبايله كان بيتحرك بسبب الهزاز، فوقع على الارض فاتفك والبطاريه وقعت تحت الفريزر. فحاول يوصل للبطاريه بصعوبه، وكيلي بتتصل ما بيردش. فبعد ما جاب البطاريه وركبها الموبايل برضه مش عايز يفتح. كيلي لما هو اتاخر خرجت من العربيه وراحت تحذره. ديفيد لبس هدومه ونزل، وهنا مايكل بدا يقلب في الفريزر لغايه ما لقى راس ابوه متجمده، ومن الخضه وقع على الارض. كيلي راحت للشباك بصت على مايكل ما شافتهوش، وفجاه لقيت ديفيد وراها وضربها بقوه بالبوكس، فصرخت ووقعت على الارض. مايكل اول ما سمعها راح ناحيه الشباك، ولكن ديفيد كان اسرع وسد الشباك الصغير بالحجاره، وبدا يسده بحاجات اكتر لدرجه ان مايكل حاول يزيح الحجاره معرفش. بعدها ديفيد شد كيلي اللي فقدت الوعي لجوه، وهنا مايكل راح ناحيه باب البدروم لكن معرفش يفتح. فضل ينادي على الكل ومفيش رد. ديفيد راح المطبخ فطلع شاكوش وبلطه وفضل يدور،
في اللحظة دي مايكل راح جاب قطع حديد عشان يفتح الباب، وديفيد لقى البلاستر، والمفاجأة ان سوزان صحيت وقالت له ايه الدوشة دي، فقال لها وهو غضبان كنت فاكر الموضوع هينجح لكن مايكل هو السبب، انت معرفتيش تربيه. فقالت له انت بتتكلم عن ايه؟ قال لها كنت فاكرك تستحق تكوني زوجة جريدي ادوارد. سوزان استغربت وقالت له انت قلت ايه؟ ديفيد مسك راسه لانه وقع بلسانه وقال اسمه الحقيقي. وهنا سوزان شافت كيلي مرمية على الارض فصرخت وجريت منه لفوق، وهو جري وراها بالسكينة لغاية ما وصلت للحمام وقفلت الباب عليها. في اللحظة دي مايكل كسر باب البدروم وفضل ينادها على امه لما سمع صوتها، ولكن شاف كيلي اللي بدأت تستعيد وعيها فقومها. ديفيد فضل يضرب برجليها على الباب لغاية ما الازاز اتكسر ووقع على الارض. سوزان مسكت قطعة ازاز، واول ما الباب فتح ديفيد راح لها بالسكينة عشان يقتلها، لكن سوزان سبقته وضربته بالازازة في رقبته فوقع على ارضية البانيو وهو بينزف. ولما خرجت مايكل حط ايده على كتفها فصرخت من الخضة وفضلت تعيط. وفجأة ديفيد قام مرة تانية، وهنا مايكل نزل السلم الخشب عشان يطلع سوزان وكيلي للسقف. بعدها ضرب ديفيد بالكرسي وطلع وراهم لسه هيشيل السلم لفوق. ديفيد حط الخشبة وزنق السلم، مايكل شد الحبل بقوة لكن اتقطع فنزل السلم، وديفيد طلع لهم فوق وكان معاه السكينة ومايكل معاه حديدة وكل واحد عايز يضرب التاني. كيلي لاحظت ان فيه منشار كهربي، وهنا رجل مايكل غرزت وكان هيقع لكن اتعلق بعمود الخشب. ديفيد لسه هيقرب منه، كيلي شغلت المنشار. ديفيد راح لها لكن كيلي ما كانتش واقفة ثابتة فسوزان جت تساعدها. الاتنين وقعوا في الدور اللي تحت. ديفيد وقف يبص عليهم وفجأة مايكل جري من وراه ونط بيها على حافة البيت من فوق. ديفيد كان عايز يخنقه لكن مايكل زقه برجليه بقوة ووقعه من اخر الدور. بعدها مايكل بيبص عشان يشوفه، فجأة لقى ديفيد ماسك فيه بعد ما اتعلق في العمود وفضل يشد فيه ويجره لغاية ما وقعوا الاتنين من فوق البيت على الارض وفقدوا الوعي. بعدها بنشوف مايكل وهو في المستشفى وبيتنقل لغرفة العمليات. بعدها بفترة مايكل استعاد وعيه وكان معاه سوزان وكيلي، فقال لهم ايه اللي حصل. سوزان قالت له انت كنت في غيبوبة، فقال لهم لمدة قد ايه. كيلي قالت له لأكتر من شهر، فقال لهم وديفيد فين. سوزان قالت له اختفى والشرطة ما لقيتلهوش اثر. طبعا مايكل كان مصدوم. وبيتنقل بينا المشهد لأحد المتاجر، فبنشوف اولاد بيجروا من امهم في المكان، ولما راحت وراهم كانت هنا الكارثة لان لقيتهم واقفين مع ديفيد فاعتذرت له وقالت له هم الاولاد كده. فسالته عندك اولاد؟ قال لها فقدت زوجتي وبنتي في حادث. فقالت له حاسه بيك لاني فقدت زوجي كمان. فتعرف عليها وقال لها انا كريس إيمس. فقالت له انا جولي كينج. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش لو عجبك القصة تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. سلام.